ازيكم؟ يا رب يكون الفيديو اللي فات يكون عجبكم وحسيتوا يعني ان انتوا ممكن تاخدوا خطوة وتبتدوا الموضوع ده. افكركم تاني بسرعة بسرعة بسرعة. اول عادة كانت الاستعانة بالله، او اول خطوة في العادات يعني الاستعانة بالله. تاني خطوة ان انت تبطل الحاجات اللي بتتعبك اولا، مش اللي هي بتزود وزنك، بتتعبك فعليا. وتالت حاجة ايه؟ ان انت تسمع كتير عن الموضوع ليل نهار نهار ليل. انا بعد كده ابتديت اسمع عن الصيام المتقطع، فقلت واي نوت ما ابتدي صيام متقطع وهمشي ستيب باي ستيب. ودي الخطوه الرابعه في تغيير اي عاده. امشي بالراحه جدا، ما تستعجلش وما تبقيش جامد، لانك هتلاقي نفسك فجاه زهقت لو ما لقيتش نتيجه، او تعبت لو انت جاي على نفسك اوفر يعني. فقلت افكر في الصيام المتقطع. الصيام المتقطع برضو من قبل ما اسمع عنه كان حواليا امثله بمشي عليه، يعني اولهم مامتي بصراحه، وما شاء الله يعني اللهم بارك وربنا يحفظها يا رب. فرق معاها جدا في صحتها وفي وزنها الاثنين، بما انها بتعاني من سكر وضغط وكده، فلا الموضوع فرق جدا الحمد لله معاها يعني. بس بصراحه ايامها انا ما كنتش متشجعه، لان انا ما كنتش بفكر ان انا حياتي عايزاها تبقى اكثر صحه وماشيه تمام وكل حاجه. ما كنتش بفكر او مش بسمع عن الاضرار الفظيعه اللي بتاثر على جسم الواحد يعني. بس سبحان رب، يعني سبحان الله، ربنا يعني كرمني ان انا احس قد ايه الموضوع خطر فعلا على جسمنا وهيأثر علينا من دلوقتي لحد ما نكبر يعني. بس فبدات الموضوع الصيام متقطع، يعني بيبي ستابس زي ما بيقولوا، ستابس كده بسيطه. ما قللتش الوجبات يعني في اليوم قوي، بس ان انا استغليت اللحظه ان انا اخلي غدايا او العشاء بيبقى بينتهي 7:30 8، بحيث ان انا بنام 10 11 يعني. لما بجوع ممكن اشرب اعشاب، ولو حبيت اسهر شويه كده كنت بشرب عادي قهوه ومعاها شوكليت بيس واحده مثلا دارك يعني. كنت مقتنعه ان هي ما بتفرقش معايا في الصيام، والحمد لله عادي الموضوع ماشي زي الفل يعني. او كنت بشرب كوفي كده بيتبعوها اللي هم متبعين او بياخدوها اللي متبعين نظام الكيتو يعني، اللي هي عباره عن قطعه زبده، وطبعا زبده تكون طبيعي يعني، المفروض مش نباتي عشان تكون حاجه صحيه. قطعه صغيره، هو بياخد قطعه كبيره، باخد قطعه صغيره قوي. وكنت الاول مقفوله من الموضوع، ويعني ايه زبده وبتاع، بس لا يعني الحمد لله ايه حطيتها وبحطها بصراحه مع الامريكان كوفي. لو مع البن العادي بتاعنا التركي اعتقد ان هي هتكلكع، يا اما بقى لو صفتوها من البن نفسه يعني. المهم بحطها، وساعات بحط معلقه كريمه اللي هي ويب كريم، اللي هي كريمه الخفق. خلاص دي سمعتها من مين؟ من دكتور وعده برضو، قالت ان الكوفي مع الباتر مع الزبده الطبيعي مع معلقه فهي على كلامها، وانا يعني مصدقه قوي في كلامها، يعني ان هي المفروض ما بتقطعش الساعات الصيام بتاعك. يعني انت لو بتوقف اكل الساعه 8 لحد تاني يوم الساعه 12 مثلا مده 16 ساعه، وحبيت تشرب قهوه مثلا فيها قطعه الزبده دي وفيها الويب كريم، ما بتاثرش خالص ان هي ترفع الانسولين ويشتغل في الدم وكده. حابه اتكلم برضو عن فكره الصيام المتقطع. ايه اللي مش عارف؟ الصيام المتقطع فكرته ان هو المفروض على قد على قد فهمي يعني الموضوع، عشان انا مش دكتوره يعني، فهشرحه بطريقه بسيطه جدا للناس اللي زيي يعني. لو انا مش في الطب اقصد ان هو مفروض بعد 8 ساعات، ان لو الجسم عايز يستمد طاقته من حاجه بيبتدي يستمدها من ايه؟ من الدهون اللي موجوده في جسمك اوريدي. فمن بعد 8 ساعات دي بيبتدي ياخد من الدهون دي ويحرقها، فاللي بتطلع لنا في شكل طاقه ان انت تقدر تكمل يومك. فعشان كده الصيام المتقطع الناس بتبقى اكتر من 8 ساعات. فكل ما تصوم اكتر من 8 ساعات، لو طبعا بدايه كده المفروض الصيام المتقطع الصح يعني من اول 14 16 18 ممكن اكتر. طيب لو انت بدات ب 10 ساعات، ايه المشكله؟ ابتدي ب 10 ساعات، ابتدي ب 12 ساعه، بعد كده هتزود. انا بصراحه بدات ب 16 ساعه عادي، كنت عاملاه از تحدي لنفسي يعني. فكنت مثلا بقفل الساعه 8 وباخد الحاجات اللي بقول لكم عليها دي، اعشاب او قهوه، وبعد كده بطلت القهوه لانها كانت بتسهرني جامد يعني، بتجيب لي ارق، لان انا اوريدي عندي ارق اصلا. لو انت مش بتاثر فيك فعادي اوكي دوس يعني. او انا فكرت كبديل ممكن اشرب زي هوت شوكليت مثلا، بس اللي هي من غير سكر خالص. صراحه ما طقتش طعمها، ما كنتش طايقه طعمها، فاللي يطقها اوكي برضو يدوس. تاني يوم بصحى مثلا لو صحيت بدري قوي بشرب القهوه بالزبده بمعلقه الويب كريم، لان هي اصلا المفترض ان هي ما بتشغلش الانسولين زي ما قلنا، فما بتعملش يعني سعرات او حاجات كده، الكلام بتاع اهل الطب يعني. بس وبعد كده وباخد بصراحه زي ما قلت لكم، كنت باخد قطعه من الشوكولاته الدارك، ومش اللينت اللي هم الحاجات الحاجه 70% و80%
حاجه 90%، لا خالص بصراحه برضو ما اقدرش يعني. في نوع شوكليت كده مش عارفه بنطقها صح ولا، اسمها روشن او حاجه كده اوكرانيه تقريبا، وبصراحه لطيفه، كانت 55% وفيها المكرمله كده او بندق او لوز حاجه كده، وكنت باخد بيس او 2 يعني وبس زي الفل. او ساعات في شمعدان تقريبا، شمعدان عامل شوكليت كده برضو لطيفه. هتقولي فيها سكر، انا ما عنديش مشكله، انا مش ماشيه ان انا مبطله كل حاجه وحشه، انا يعني لسه في البدايه، وبصراحه من ساعتها لحد دلوقتي انا ماشيه زي ما انا، بس على الاقل بطلت كل السويتس اللي كانت كلها زيوت مهدرجه او كلها سكر فظيع. انا بقول لكم على البدايل يعني، فاهمين قصدي؟ عشان كده بشرح بالتفصيل لو حد زهق يعني. بس بعد كده بقى لما بيجي الوقت اللي المفروض افطر فيه، عادي بشرب اكلها بقى وافطاره يعني. انا قهوتي القهوه بتاعتي، انا في الطبيعي من سنين ما بشربش حاجه سكر خالص في القهوه. طب لو انت بتشرب سكر في القهوه، حاول تبطل حبه حبه، ربع كل شهر. في ناس يقول لك من اول مره بطل، انا مش معاهم بصراحه. في دكاتره كده كمان وناس على عيني وراسي بحب جدا وبتابعهم، بس انا مش مع الفكره دي خالص. انا لما بمشي ستيبس بسيطه الموضوع بيبقى لطيف. اللي خلاني ابطل السكر في القهوه كان الموضوع دوت، بس ده من زمان ايام الكليه، واتبقيت بربع. ومره واحده صاحبتي قالت لي انت ليه ماسكه في الربع، ما تبطليه، ما هو مش فارق. وفعلا بطلت وما حسيتش باي حاجه يعني. الشاي نفس الفكره من وانا في المدرسه تقريبا، لان انا اوريدي باكل حلويات كانت بالهبل، فكل واحد بيظبطها يعني على حسب ما هو شايف. طيب لو انت عايز تاكل حاجه تكون صحيه ومفيده، فانت ممكن تحط بقى سكر ستيفيا او كده. وباخد موزايه بصراحه، بفطر عليها موزايه وعليها معلقه عسل عادي طبيعي، بحط قرفه، واحيانا لو عندي مكسرات بحب احط عين جمل او كاجو او وات ايفر انت بتحبه، هديك طعم السينامون كده زي السينابون. عشان كده بحب اكد تاني ان الموضوع مش حرمان بحت. حرمان على طول هتلاقي نفسك زهقت ورجعت زي الاول، هتلاقي نفسك نفسيا اصلا مش مبسوط يعني. فانا ليه اعمل في نفسي كده؟ انا باخد اللي اقدر عليه. فعشان كده انا حابه اقول التجربه دي لو انتوا برضه من الناس اللي زي اللي متقدرش على موضوع الحرمان او الجيم الفظيع اللي كل يوم والحاجات دي، لان انا مش ببقى مقتنعه بصراحه. انا بحب المشي جدا، فكل واحد بيشوف الحاجه اللي هو بيحبها. بحب المشي قوي، فبالنسبه لي انف. في ناس تقول لي طب ليه ما تروحيش الجيم؟ عشان انا مش حابه اروح جيم عادي. ممكن اعمل في البيت لو عايزه اعمل حركات معينه لحاجات معينه في جسمي، بس انا مش مع الحاجات الجامده قوي يعني. او حياتي اصلا حتى بعد كده عمليه مش بتبقى متماشيه مع حياه الجيم بصراحه، ما اقدرش يعني. فانت تختار اللي انت يناسبك، يا مشي يا جيم، بس لازم حاجه منهم بصراحه يعني. لازم يكون في حركه في يومك، ما تقولش ان انا مش فيه حركه خالص. حتى لجسمك نفسه ان هو يتحرك يعني، يبقى فيه مرونه حتى. حابه اتكلم برضه عن موضوع الجيم. انا كنت بروح الجيم لفتره كبيره جدا، سنين من زمان، من وانا صغيره بحب اروح الجيم يعني. بس كل ما يجي ابتدي فتره الشغل بتاعتي او كده، بلاقي نفسي ولا عندي الوقت ولا الطاقه اللي تستحمل حركات زياده في اليوم. ساعات بحر هناك او الدنيا هناك ما بتبقاش مستلذها، وساعات بقى الدنيا لطيفه على حسب. فعشان كده بقول على حسب كل واحد اللي يحبه. لو انت بالنسبه لك الجيم دوت متعه بالنسبه لك، كوميونتي بتلاقي فيها نفسك، بتعرف على اصحاب، اوكي دوس يعني. دي حاجه حلوه برضو للناس اللي ممكن ما عندهاش برضو صحاب قوي او كده، حابين يتعرفوا على ناس جديده، او عندك صحاب بس عايز تعرف على ناس جديده تعمل علاقات، هو مكان لطيف جدا يعني. بس لو انت بتلاقي نفسك في وقت كبير قوي بيتاخد منك في اليوم وانت رايح وانت جاي وانت بتقضيه هناك، لا انت ممكن تشغل اليوتيوب، وفي ابلكيشن حلو قوي بحط لكم اسمها لو حابين، حلوه جدا، بتشتغل على حاجات معينه في الجسم وزي الفل. والحركه في البيت برضو يعني، الناس اللي ما بتقدرش تنزل كتير، الامهات او كده اللي ما بيقدروش ينزلوا كتير مثلا او بيتحروا قوي بره، انت الحركه في البيت كتير برضو. فتاني انا مش بقول الجيم مش مفيد، انا بتكلم انا عليا كمريم كتجربتي، جربت كل حاجه، فانا بالنسبه لي اوكي مفيش مشكله. ولو في ناس برضو زيي مش حابه فكره الجيم قوي، فانا عايزه اقول لها ما تحبطيش نفسك. فكره الجيم او الرياضه او المشي والحاجات دي عامه مفيده جدا طبعا، هي بتفرز هرمونات معينه في الجسم، انا مش حاضره اسمها دلوقتي بصراحه، بس انا يعني عارفه ان في هرمونات معينه بتفرزها الرياضه والمشي، بتبقى مفيده جدا وكلنا بنبقى محتاجينها، بتحسن من الحاله المزاجيه والحاله النفسيه والجسمانيه كمان يعني. فلازم تختار نشاط معين تقدر تعمله في يومك يعني، او على مدار الاسبوع. طيب انا قلت الاكل بيبقى عامل ازاي وموضوع الصبح، وباخد بيضه مسلوقه او بيض مقلي على حسب انت بتحبه، وباخد توست صراحه فيها شوكليت. طيب تعالوا بقى للتوست الشوكليت. لو انتوا الناس زيي بتحب توست كده وفيه شوكليت وحركات حلوه زي النوتيلا والحاجات دي، فانا لقيت البديل ده لقيته برده مره واحده صاحبتي كانت حاطه عنه، اللي هي هيلثي سبريد. فكرتها ان هي رأيي بقى ان انا اوقف لحد هنا عشان انا حاسه زهقتكم بصراحه بكلام كتير وتفاصيل، بس انا حاسه التفاصيل دي بصراحه مهمه، فبعتذر لو حسيتوا باطاله. حابه ان انتوا تعيشوا تجربتي بالتفصيل يعني، وحابه ان انتوا تعيشوا التجربه تحسوا ان هي ما فيهاش فعلا حرمان، وان شاء الله هتأدي معاكم لنتائج حلوه جدا.
فالنهارده خلصنا موضوع يعني ايه الصيام المتقطع وبيفرق معانا في ايه، وايه الحاجات اللي ممكن اخدها في الفطار. المره الجايه ان شاء الله هقول لكم ازاي قللت وجباتي اللي كانوا 5 من ضمن السناكات اللي بتبقى في اليوم ملهاش لازمه ل2 أو 3 بالكتير في اليوم، وازاي اقدر اكل ممكن sometimes فاست فود انا حباه عادي في اليوم، وازاي ممكن اكل فطير مشلتت براحتي برضو او عسل وعادي مفيش مشكله، وكنت بعمل ايه عشان اقدر اعمل البالانس ده يعني، وان انا ما اقصرش ان انا وزني يزيد، بل بالعكس ان صحتي تبقى احسن ويقل. فان شاء الله ان شاء الله قريب قوي هنزل الفيديو التالت. باي باي.